كل حاجة بتقولها لازم يقول أحسن منها، كل إنجاز أنت بتحققه لازم يقولك إنه عمل حاجة أكبر، كل فرحة بتفرح بيها بيحس إنه بيصغرها. لو بتحس إنك في سباق مستمر مع الشخص ده يبقى الفيديو ده ليك. هاي، أنا سلمى. ده الفيديو التاني في سلسلة الشخصيات اللي بتستفزنا. النهاردة هنتكلم عن الشخص اللي بيحاول كل حاجة لمنافسة، بس زي ما اتفقنا مش هنتكلم عنه هو بس، هنتكلم عنه وعنك انت كمان. ليه الشخص ده بيستفزك وايه اللي وجوده في حياتك بيقولهولك عن نفسك؟ الشخص اللي بيحول كل حاجة لمنافسة ده مش شخص طموح أو منافس صحي، ده شخص ما بيعرفش يفرح لحد. تقوله إنك اتقبلت في شغل جديد يقولك ده أنا كان عندي 3 عروض وكنت محتار أختار مين فيهم. تقوله إنك بتتعلم لغة جديدة يقولك ده أنا بتكلم 4 لغات. تقوله إنك مسافر يقولك أنا كنت هناك السنة اللي فاتت، على فكرة المكان عادي جدا. كل حاجة انت بتعملها أو بتحققها لازم يعملها هو أحسن، أكبر، وكمان أسرع. ما بيحتفلش معاك مجرد انه بيسحب البساط من تحت رجليك. ومش بس في الانجازات، ده حتى كمان في المعاناة. تقوله انه يومك كان صعب يقولك ده انا يومي كان اسوأ بكتير. تقوله انك تعبان يقولك انا تعبان من زمان ومحدش حاسس بيا. حتى الألم بيحوله لمنافسة. طيب ليه الشخص ده بقى بيستفزك بالشكل اللي مش طبيعي ده؟ خليني اقولك الحقيقة، لانه بيدوس على حاجة جواك انت. تعالى نفهم ايه اللي بيحصل في دماغك لما بتتعرض للمواقف دي. اولا الاستفزاز ده مش عشوائي كده، ده بايوكيميكال. لما حد بيقلل من انجازاتك او بيتنافس معاك باستمرار، الاميجدلا في دماغك المسؤولة عن الاستجابة للتهديدات بتبقى دايركتلي اكتف. جسمك بيفرز كورتيزول وده هرمون التوتر، لان عقلك بيشوف ان ده تهديد لقيمتك الاجتماعية. بس السؤال المهم هنا، ليه بعض الناس بيستفزهم ده اكتر من غيرهم؟ لان التريجر مش في الموقف نفسه، التريجر في المعتقد اللي جواك انت. ثانيا بقى لو بيستفزك لانه دايما بيقارن نفسه بيك، يمكن لان انت كمان جواك بتقارن نفسك بالناس باستمرار. في علم النفس ده اسمه social comparison theory، ان الناس بطبيعتها بتقيم نفسها من خلال مقارنتها بالناس التانية. بس المشكلة لما بيبقى ده الطريقة الوحيدة اللي بتحدد بيها قيمتك انت. الصوت باترن بيبقى كده، لو غيري احسن مني يساوي ان انا فاشل، لو مش انا الاول ده بيساوي ان انا مش كفاية. وده بيطلع منه ايه؟ بيطلع منه حلقة مستمرة من القلق والاحساس بالنقص. الدوبامين ده هرمون المكافأة، مش بيتفرز عندك غير لما بتحس انك كسبت المقارنة. وده ادمان نفسي حقيقي. هديلك مثال، صاحبك في الشغل كل ما تحكيله عن بروجكت انت عملته لازم يقولك انه شغال على حاجة اكبر واهم. بيستفزك؟ اه اكيد. بس لو بصيت جوه نفسك هتلاقي ان انت كمان لما بتشوف حد نجح اول فكرة بتيجي في بالك ايه؟ هو انا وصلت لفين؟ البريفرونتال كورتكس بتاعك المسؤول عن التفكير العقلاني بيحاول يهديك ويقولك ان نجاحه ما يمنعش نجاحك. بس الليمبيك سيستم بقى ده الجزء العاطفي اقوى وبيسيطر على ردة فعلك. وجود الشخص ده قدامك بيفكرك بالصراع اللي جواك. ثالثا بقى لو بيستفزك لانه مش بيفرح لنجاحك، ده لان في جزء منك حتى لو انت مش عايز تعترف بيه برضه بيحس بالتهديد لما حد قريب منك بينجح. في دراسات في نيوروساينس بتوضح ان لما بنشوف حد قريب مننا بينجح بيحصل اكتيفيشن في نفس المناطق في المخ اللي بتنشط لما بنحس بالألم الجسدي. ده مش معناه انك شخص وحش، ده معناه انك انسان. الايفولوشنري سايكولوجي بيفسر ده وبيقول ان في العصور القديمة الموارد كانت محدودة جدا، فنجاح فرد في القبيلة كان ممكن يهدد فرصك انت في البقاء. دماغك لسه شغالة بنفس المنطق حتى لو الواقع اتغير. فلما تلاقي حد مش بيفرح لنجاحك بيستفزك جدا، لانه بيعكس الجزء اللي انت مش عايز تشوفه في نفسك. رابعا بقى لو بيستفزك لانه دايما في سباق، يمكن لان انت كمان مش عارف تستمتع بالحاجات اللي عندك. الانيدونيك تريدميل او طاحونة السعادة ده مصطلح في علم النفس بيوصف ازاي الانسان بيتعود بسرعة على اي انجاز ويرجع يدور على حاجة اكبر منها. الدوبامين بيتفرز لحظة الانجاز بس بيقل بسرعة قوي بعدها، فبتلاقي نفسك عايز انجاز جديد علشان تحس بنفس الشعور، وده بيخليك في سباق مستمر مع نفسك قبل ما يكون مع حد تاني. وجود الشخص ده في حياتك بيفكرك ان الحياة مش سباق بس انت عايشها كده. خامس حاجة بقى لو بيستفزك لانه بيصغر انجازاتك، يمكن ده لان انت كمان مش بتقدر انجازاتك. في الكوجنيتيف behavioral therapy في حاجة اسمها cognitive distortion او تشوهات معرفية. واحدة منها اسمها minimization، انك تقلل من قيمة انجازاتك. دايما بتقول
اللي انا عملته ده عادي، اي حد ممكن تاني يعمله، وده يعتبر negative self talk. ده بيمنع المخ من افراز السيروتونين والدوبامين، دي الهرمونات المسؤولة عن الاحساس بالفخر والرضا. فلما حد بيصغر من انجازاتك ده بيوجعك جدا. ليه؟ لان انت بتعمل كل ده في نفسك كل يوم. شايف بقى الباترن؟ هو الشخص ده مش المشكلة، الشخص ده هو مراية بيوريك الصراع اللي جوه نفسك. طيب ايه هو بقى الحل؟ الحل مش انك تدخل معاه في المنافسة، الحل انك تفهم ليه المنافسة دي بتستفزك اصلا. اول خطوة اسأل نفسك، هو انا فعلا راضي عن نفسي ولا دايما حاسس اني لازم اثبت حاجة؟ لو لقيت نفسك دايما بتقارن نفسك بالناس يبقى المشكلة مش فيه، المشكلة في علاقتك بنفسك. تاني خطوة اشتغل على السلف وورث الداخلي، يعني قيمتك الحقيقية مش بتيجي من المقارنة، بتيجي من الداخل انت. ابدأ تمرن دماغك على intrinsic validation. يعني ايه؟ يعني انك تقدر نفسك بناء على قيمتك ومجهودك، مش بناء على مقارنتك بالآخرين، وده بيعيد برمجة النيورونال pathways بتاعت مخك مع الوقت. تالت خطوة احتفل بإنجازاتك بجد، ما تستناش حد يحتفل بيك، احتفل بنفسك. كل حاجة تحققها حتى لو صغيرة قد كده اقف عندها وقول لنفسك أنا فخور بنفسي. لما تبدأ تقدر نفسك مش هيفرق معاك لو حد تاني قدرك ولا لأ. رابع خطوة اخرج من اللعبة، ما تلعبش معاه. لما يقولك انه عامل حاجة احسن ابتسم وقوله حلو قوي ما شاء الله انت تستاهل وخلاص. مش لازم تثبت نفسك، مش لازم تقوله انك عملت احسن. اخرج من الدايرة دي خالص. خامس خطوة بقى والأخيرة هي setting boundaries. لو الشخص ده دايما بيصغر من إنجازاتك وبيأثر على طاقتك قلل الوقت اللي انت بتقضيه معاه. ما تشاركش معاه كل حاجة في حياتك، احمي الانرجي بتاعتك والسبيس. الشخص اللي بيحاول كل حاجة لمنافسة ده مش عدو. هو زي ما قلنا في الفيديو اللي فات الأشخاص دي بتبقى مجرد teachers بيجوا حياتنا يعلمونا حاجة. فهنا هو بيعلمك انك لازم تبطل تقارن نفسك بالناس، لازم تبطل تدور على validation من بره، لازم تبدأ تشوف قيمتك انت من جواك. ولما تتعلم الدرس ده هتلاقي ان وجوده في حياتك ما بقاش مستفز زي الاول. ده كان الفيديو التاني من السلسلة. الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الشخص اللي مش بيعترف بغلطه ابدا وليه بيوجعك انت بالذات. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب، وشكرا لو بتتابعني لحد دلوقتي، واشوفك next فيديو. سلام.